لكل واحد كان محول، سواء من محافظة لمحافظة أو من إدارة لإدارة أو داخل الإدارة، بدأت تظهر نتائج التحويلات. وعشان تعرف نتيجة التحويلات هتخش على الموقع اللي أنا كنت سايبهولك في أول تعليق، وهتنزل شوية، هتخش على التحويلات. بس تكون فاتح حسابك، يعني تدوس على تسجيل دخول وتخش على حسابك، أو تخش على التحويلات. تنزل تحت شوية، هتلاقي كلمة استعلام عن نتيجة التحويل، هتدوس عليها. وهنا تكتب الرقم القومي بتاع الطفل، بتاع ابنك أو بنتك. وتدوس بحث. قال لك قبول طلبك، كده الطلب طالما جاب لك الرسالة دي يبقى طلبك ايه؟ اتقبل. وعشان تكمل الخطوات هتدوس على دفع عن طريق فوري. هيجي لك كود، هتدفع الكود ده في فوري. تمام. وبعد كده بعد ما تدفع الكود ترجع تاني تعمل نفس الخطوات دي وتدوس استعلام. بعد ما دفعت ترجع تاني للموقع وتكتب الرقم القومي بنفس الخطوات، تخش على التحويل، تحويلات، وتخش بقى على استعلام عن النتيجة وتدوس ايه؟ تكتب الرقم القومي وتدوس بحث. هتلاقي اسم المدرسة ايه؟ ظهر لك وتم قبول طلبك والكلام دون. واهم حاجة تكون تاخد الورق دون، ورقة القبول، وتروح المدرسة عشان تبدأ تمشي في الإجراءات وإجراءات التحويل. عشان خلال 15 يوم لو ما انت ما رحتش يعني وبدأت اللي انت هتمشي في الإجراءات، ممكن الطلب يتلغي من على النت. فانت ابدأ اللي انت روح وشوف المدرسة الأوراق المطلوبة ايه، لأن هتجيب أوراق، 4 أوراق من المدرسة القديمة، وترجع وتختم الأربع أوراق دول من المدرسة القديمة. بعد كده ترجع للمدرسة الجديدة اللي انت عاوز تروحها وتختم ال4 أوراق دول. بعد كده تطلع على الإدارة التعليمية، هتختم ال4 أوراق. تمام. من الإدارة التعليمية هترجع للمدرسة الجديدة، هتديهم ياخدوا ورقتين ويدوك ورقتين. هترجع للمدرسة القديمة هتسحب الملف. تمام. وترجع تاني للمدرسة الجديدة تديهم الملف، وهيطلبوا منك بقى ممكن شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة، صور شخصية. هيطلبوا منك شوية حاجات تحضرهم. وإن شاء الله كل اللي عمل تحويل تحويله يتقبل. وتابعونا واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان أي تحديث جديد هينزل بننزل إشعار بيه.